المحدث أبي إسحاق الحويني يتبادل معه أطراف الحديث حول وصول الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، والدكتور وسام عبد الوارث يجري حوارا مع صاحب الفضيلة الشيخ العلامة أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم شيخ حبيبي، اسفين يعني على عطل حضرتك، ولكن لا هذا مشهد يحتاج الى تعليق من فضلك. والله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة نزول فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق إلى مصر بعد 30 عاما من الغياب يعد في نظري حدثا يستحق الوقوف عليه. وأنا علاقتي بالشيخ يعني حفظه الله ورحمه الله أيضا وشفاه الله وعافاه منذ يعني قرابة 17 عاما، علاقة خاصة بيني وبينه. يعني لمست من خلال تعاملي معه أنه رجل قرآني فعلا. يعني أنا قابلت كثيرا من الناس، يعني الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رجل قرآني قلبا وقالبا، خلقه فعلا أستطيع أن أقول أنه خلقه من القرآن. يعني لا أريد أن أقول خلقه القرآن يعني عشان ما، إنما خلقه من القرآن. على كثرة ما هوجم والكلام ده ما رأيته اغتاب أحدا قط في مجلسه، وكان يذكر أقوال الخصوم في مجلسه، ومع ذلك ما كان يرد إلا بالحسنى. أبدا أبدا ما رأيته اغتاب أحدا في مجلسي أبدا يعني. وأنا الحقيقة سألته عن يعني بقائي في مصر، فقال إنه سيبقى 15 يوما ثم يعود لسفر آخر له. معه على لقاءات في الحكمة؟ والله اتفقت معه الآن نعم إن احنا نعمل بعض اللقاءات معه على القناة الإسلامية، قناة الحكمة وقناة الرحمة وقناة الناس. فهو وافق بصورة مبدئية، واتفقت أيضا معه على أنه في مسجدين في مصر كلها بالكبار يعني يعطي محاضرات، لأنه هو أيضا مريض، نسأل الله عز وجل أن يعافيه كما هو واضح يعني من صحته. على هذه العزة التي خرج بها الشيخ الآن من مطار القاهرة، وهؤلاء رجال الأمن والأمن الوطني الذين قدموا المساعدات والتسهيلات بعدما كانت الأمور على عكس ذلك في السابق. والله أنا يعني أتلو قوله تبارك وتعالى: ولا أقصد المعنى كاملا إنما أقصد بعضه، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فأنا قلت بعض الآية، يعني نحن طبعا يعني ما وصلنا إلى يعني مثل هذا، لكن هذا نوع من العز، وانك انت تدخل وتتكلم وتصور الآن بمنتهى الراحة والكلام ده، هذا شيء كبير جدا يستحق الحمد ويستحق الشكر من الله سبحانه وتعالى. يعني القناة رتبت للشيخ عبد الرحمن أن يخرج من صالة كبار الزوار، لكنه رفض وأتى من صالة الزوار يعني المسافرين العادية. تعليقك على هذا التصرف من الشيخ؟ أول الحقيقة الشيخ لما علم أنه الناس في استقباله، برغم يعني أنا كنت مشفقا عليه أن يخرج من هنا، كنت عايز يخرج على طول لمرضه، لكن هو لما علم يعني أن في يعني شباب كثيرون في استقباله أصر أنه يأتي إلى هنا يعني. وأنا أيضا يعني حبست هذه الفكرة. جزاك الله خير، شكرا لوقت حضرتك وجهدك. شاكر لقناة الحكمة أنها سباقة يعني، وأنها سجلت هذا الحدث. شكرا لك الشيخ. بارك الله. شكرا لكم مشاهدينا. كرمك الله. تفضل شيخ حفظ الله. بس هقول يا اخوانا عشان تعبان الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحمد لله الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك لاستقبال شيخ عزيز كريم مبارك، ونسأل الله عز وجل أن يعز دعوتنا وأن يرفع رايتنا وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. وهذه يعني أبيات يسيرة أنشدها فرحة بهذا المشهد الرائع وهذا الجمع المبارك الذي أسأل الله ألا نحرم منه ولا من مثله أبدا. نعم إن أول غيث الندى سأروي به قاحلات المدى. نعم إن أول غيث الندى سأروي به قاحلات المدى، وأجعل منه لأغرق فيها حصون العدا. نعم إن دربي طويل عسير ويأمر ديني أن أصمدا. نعم إن دربي طويل عسير